بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلين أحباب جاتو جوزان، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة مخبز بنوات كوكو، وصفة رائعة وتجي طري يعني ما عندي ما نقول لكم فيه. هنا عندي 3 كيلات تاع نوات كوكو، أنا عندي حوالي 900 غرام. رحيته في الروبو حتى تحصلت عليه ما يقعدش هكذاك خشين، يجي رطب. لازم نوع كوكو تاعكم كي تشروه يجي صفر، ما يجيش بيض ناصع. الا كان بيض ما تستعملوهش كامل في المخبز، ما كله ديروه من الاول. نقول لكم ما كله ما تصلح لكمش الوصفه. مي اذا لقيتوه صفر اعرفوا بلي هذاك هو ماشي معندها قديم، لا هذاك هو النوعيه المليحه تاع نوات كوكو. هنا عندي 3 كيلات، قلت لكم حوالي 900 غرام، قريب كيلو، مع كيلة تاع سكر كلاص. نضيف في كل كيلة مغرفة كبيرة تاع مانغارين، ومغرفة كبيرة في كل كيلة تاع العسيلة. صافي 3 مغارف هنايا تاع المانغارين و3 مغارف تاع العسيلة. ونضيف في كل كيلة مغرفة كبيرة تاع الفارينة. هذيك الفارينة راح تساعدنا باش كي نجمعوا الخليط راح ينطم لنا. هذا ما كان نخلط هنايا مليح. لازم هذو المكونات يندمجوا بيان. المانغارين راح تخلي لنا طري، والعسل يعسل لنا الخلطه هذه، وكذلك يحافظ لنا على الطراوه ومده الحفظ ديالو. كاين بزاف هنا نقعد نخدم فيه حتى يولي منسجم. كاين بزاف اللي سقساوني على تريمولين نصنعوا به الحلوه. كي نديروه في الحلويات يخلي لنا يطول لنا وينحي لنا الرطوبه. ان شاء الله ندير لكم فيديو عليه شرح كامل. هنا نولوا للوصفه. نبدا نطم بالبيض كامل، ما نديروش صفار وحده ولا نديرو 2 حبات بيض بالصفار كيما في المخبز تاع اللوز. لا هنا نديرو البيض كامل. نبدا نطم فيه بشويه وراني نشوف اسكو يكفيه اسكو لا هو لازم ينطم يولي كيما العجينه عادي. هنا كانت خصوني على بالي بلي هنا كونتيتي كبيره. في الكيلو هنا عندي 900، في الكيلو ياكل حتى واحد 12 حبه تاع البيض لازم نشوفوه اسكو خاسر قبل ما نرمو لداخل، سورتو فتره الصيف. هنا هاي نجمعت لنا، شوفوا نبدا نجمع فيه مليح وميم طون راني ندلك فيه. هاكو تشوفوا بلي هنا قريب خلاص ما يخصوش. نوات كوكو هنا يحب العطر، نعطروه بالقارص زيت دو سيترون، ونقدروا نديرو حتى نص حبه ليمونه القارص ديالها باش تجينا بالذوق هكذا. هاكو تعرفوا كيف يمد بقروصيه هكذا يجي مليح بزاف مع نوات كوكو. شوفوا هنا نوريكم بلي نطمت تحصلنا عليها عجينه، ما لازمش يجي ناشف. كي ديروا العسيله والاخر تكونوا متاكدين بلي ما يحيش يجيكم ناشف. وكي ديروا نوات كوكو كما قلت لكم في الاول، النوعيه اللي تجي مصفره ماشي البيضه. كاين اللي ما يعرفش الحلوه تقول لك ايه شوفوا هذا نوات كوكو بيض راه هايل جديد. لا هذا كيقدر ماشي نوات كوكو المنيح. هنا القارص رحيت، ودوك كل مره انا في هذا ما نقدرش نقول لك ديري 4 حبات ولا 3 حبات. هنا على حسب لا كونتيتي اللي تكون عندك. كي تكوني تخدمي فيه منين داك تجبدي هكذا مورسو صغير، ذوقي اسكو واتاك الذوق تاعو عجباتك. نزيد شويه لافاني، نزيد شويه تاع عطر الجوز. انا عفوا ماشي عطر الجوز، عطر نوات كوكو. هنا الذوق نتحكم فيه هنا ماشي حتى كي يطيب بعد نقول جاي ريح بيض ناقصني هذه ناقصني. هنا مقبل ما نطبعه نذوق ونشوف الا عجبني في الذوق تاعو. هذاك هو الذوق اللي راح تذوقيه دوكا يخرج بعد ما يطيب، نكونوا متفاهمين. هنا كي عجبني انا في الذوق تاعو ما خاصو لا قارص لا عطر قارص لا لافاني، جاني هايل. هاني بديت نسرح فيه. راكم تشوفوا سرحته قبل بيدي ودرت ساشي بيان سور باش ما يقعدش يلصق في يدي.
و درت المول على العرض تاعو، درتو باش كي نسرح ما نهبطوش اكثر من العرض تاع المول، لازم يجيني سوا مع العرض تاع المول. على هذيك اللي حطيته قدام الحلال والعجينه. هنا نبدا ندير في الساشي. تحبوا الا جا حبيتوه يجيكم مقولب ديروا هكذا في الساشي وضغطوا. بصح كنصيحه انا يعجبني هكذا، هذا المخبز تاع الاخر يعجبني كي ندير بالمول ديريكت، باسكو راح نزينو واحد التزيين خاص. هنا بعد ما كملت شوفوا هاني وريتكم بلي السمك تاعو راح 2 مليمتر سنتيمتر عفوا. حطيته يطيب مده حتى يحمر تحت من تحت واحد 10 دقائق، ما يلحقش، ما تزيدوش طيبوه اكثر، في نار تكون 180 درجه، 10 دقائق حتى 12 دقيقه ماكسيموم هكذا، باش تعرفوا بلي يكون طاب لكم. لو كطيبوه اكثر ينشف لكم. اذا نخلوه يبرد. وهنا جيت ندير الطليه. عندي باكي تاع السكر كلاص. انا دائما نفوت في السكر كلاص، ما نفوتش في السوائل، باسكو كان نفوت في السوائل يجيني بزاف، تغسل لي هذيك الطليه تقعد خساره. لا نديرو بالكيل. انا على بالي نسحق 700 غرام تاع سكر كلاص. ضفت مغرفه كبيره تاع الزيت، مغرفه صغيره تاع ملون ابيض. لازم نديرو كولورون بيض لا باز نبداو بها، من بعد نلونو اللون اللي نحبوه يخرج لنا شباب. نبدا نضيف هنا الماء. في الاول درت شويه عطر الزهر، اللي ما عندوش عطر الزهر يدير ماء الزهر، واللي ما يعرفش يستعمل عطر الزهر يروح ديريكت للماء الزهر باش ما تغلبوش الريحه. نعاود درت 700 غرام تاع سكر كلاص، ضفت مغرفه كبيره تاع الزيت سونغو، من الافضل تكون نوعيه مليحه. من بعد ضفت مغرفه صغيره تاع كولورون بيض فريكتا اللي تسقسي على الاسم، وضفت قطرات عطر الزهر. اللي ما عندوش عطر الزهر يدير واحد الفنجان تاع ماء الزهر. ومن بعد نبداو نطمو بماء تاع معدني، ما نطموش من الماء تاع الروبيني، لا ماء معدني. كي تولي لي عجينه ندلكها. من بعد كي تندلك لي بيان تشوفوا داك السكر ولا يلمع، نضيف لها اسمه القارص نكون صفيته في صفايه ونبدا نطري فيها ونذوق. الا لقيتها القروصيه تاعها هذيك هي الذوق تاع القارص فيها سوا، ما نكملش بالعطر، ما نكملش بالماء تاع القارص، عصير تاع القارص، نكمل بالماء العادي، نكمل نحلها حتى نلحق القوام تجي ما هي ثقيله ما هي خفيفه. هذا هو. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، ونحطها لكم بالتفصيل في فيديو واحد. ها الطليه هنا درت عطر الفراوله ويمد لي لا كولور. انا نسحق هنا اللون، راح نتحصل على اللون الذوق ما حش يبان، باسكو ندير لون خفيف كان عندي درت به. شوفوا كيف تحصلنا على لا كولور شابه كلاغ، ما ديروش لي كولور فونسي ما يخرجوش شابين. وهنا نجي نطلي بعد ما طاب لي مخبز جوز الهند، نجي نطلي هنا غير بالمغرفه، حاجه سهله. سورتو حاجات كيما هكذا يكونوا مدورين، ماشي كيما العرايش هو اللي صعيب في الطليه، اللي يكون مبتدئ ويشد الوقت. مي هادو تم تطلوهم، تقدروا تحطوهم كامل هكذا في هذاك الكرياج، تحطوهم كامل وتبداو تلوحوا فوقهم هكذا مغرف. انا ما كانوش عندي حبات، واحد 30 حبه في 900 غرام، واحد 30 حبه يدير لك حتى 32. هاي ليك بعد ما كملت طليتهم. دوك نخليهم ينشفوا. هنا كانوا مازال ما نقيتهمش، مازال خليهم ينشفوا حوالي واحد ساعه، ونجي نزينهم كيما تحبوا، كل واحد التزيين هذاك حر. المول اللي عندك ديري لا باتا سكر وزيني كيما تحبي. هنا جيت نقسم لكم حبه باش تشوفوا شحال طري. هنا الحبه هذه اللي كانت تخسرت، شوفوا كي قسمتها تفتتت كامل. شوفوا ما شاء الله الطري داخله كتوكفه معسل، ما ندير يدي هذيك الطليه تذوب
وهذاك نواه كوكو جا معسل. ان شاء الله تجربوها. شوفوا راهي كامل هذه على بالكم كي كنت نخدم فيها طاحت لي. هيا خليتها تكوتي وقلت معليش نكمل نخسرها في كانت تغسل لي الزواق ديالها. قلت معليش خواتاتي يشوفوا المهم يشوفوا لداخل كيف يجي معسل ما خليها لهمش باسكو كانت عندي 30 حبه و 32 زوج حبات هذوك زياده وحده فيهم تخسرت وحده زادت طاحت لي. هذيك هي هايدي كيف جات الحلوه ديالنا. ان شاء الله تعجبكم تنال ارضاكم. ان شاء الله تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. ونشكر كامل اللي راهم يبعثوا لي تطبيقات في الميسنجر ويشكروني على الوصفات اللي نعطيهم لكم من القلب. وهذا هو الهدف تاعي. نقول لكم مع السلامه.